أيها المسلمون عباد الله، خصومة أخرى وقعت في صدر هذه الأمة وستكرر غدا بين يدي الله، خصومة سعيد بن جبير رحمه الله مع الحجاج لا رحمه الله. أتي بسعيد بن جبير رضي الله عنه وارضاه، قال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال الحجاج: بل أنت شقي بن كسير. قال: بل اسمي سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن كسير. قال سعيد: أمي أعرف باسم منك، أمي سمتني سعيدا. قال الحجاج: شقيت يا سعيد. قال سعيد بن جبير: ليس ذلك إليك، الشقاء والسعادة بيد الله. شقيت يا سعيد. قال: ليس ذلك إليك. قال الحجاج: والله لأبدلنك من دنياك نارا تلظى، والله لأبدلنك من دنياك نارا تلظى. قال سعيد بن جبير: لو كان ذلك إليك ما اتخذت إله غيرك، لو كان ذلك إليك يا حجاج ما اتخذت إلها غيرك. قال الحجاج: ما تقول في محمد؟ قال سعيد: تعني محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: هو رسول الله، هو رسول الله، خير من بقى وخير من مضى، ذهب وقد نصح وأدى الأمانة. قال: ما تقول في أبي بكر؟ قال: صاحبه في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر. قال: مضى على منهاج صاحبه، لم يغير ولم يبدل. قال: ما تقول في عمر؟ قال: فاروق هذه الأمة، فاروق هذه الأمة، خليفة رسول الله، مضى على منهاج صاحبيه، لم يغير ولم يبدل. قال: ما تقول في عثمان؟ قال: المقتول ظلما، المقتول ظلما، ذو النورين وزوج الابنتين، صهر رسول الله، زوجه بابنتيه بوحي من السماء، الحافظ بئر رومة، المجهز جيش العسرة، رضي الله عن عثمان. ما تقول في علي؟ قال الحجاج: ما تقول في علي؟ قال: صهر رسول الله وابن عمه وأول من أسلم. قال أهل العلم: أي من الصبيان. وأول من أسلم أبو الحسن والحسين وزوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحجاج: فما تقول فيا؟ قال سعيد: أنت أعرف بنفسك مني. قال الحجاج: بث في بعلمك، قل في ما تعلم. قال: يا حجاج أنت أعلم بنفسك مني. قال: قل ما تعلمه عني، بث في بعلمك. قال: اعفني. قال: لا عفى الله عني إن عفيتك. قال: إذن نسوءك ولا نسرك، نسوءك ولا نسرك. قال: إني لا أعلم يا حجاج أنك مخالف لكتاب الله، متجرئ على معاصيه، بقتلك أولياء الله، ما أتم. قال الحجاج: والله لأقطعنك قطعا قطعا ولأفرقن أعضاءك عضوا عضوا. قال سعيد: اصنع ما شئت يا حجاج. قال الحجاج: أين الغلام؟ جاء الغلام. قال: اقتلوه. جاء الغلام وأدار وجه سعيد إلى القبلة. قال سعيد بن جبير: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال الحجاج: اصرفوا وجهه عن القبلة. فصرف الغلام وجهه. قال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الحجاج: ضعوا وجهه على الأرض. فوضعوه على الأرض. قال سعيد بن جبير: منها خلقناكم وفيها نعيدكم
ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الحجاج اذبحوه، فما أسرع انتزاعوه لآيات القرآن. قام سعيد ونظر إلى الحجاج قال يا حجاج إني أشهدك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، شهادة أستحفظك بها ألقاك بها عند الله يوم القيامة، قال الحجاج إنه قتل وطار دمه. يقول يعلى وهو أحد كتبة الحجاج: دخلت على الحجاج بعد قتله لسعيد بن جبير، جئته من خلفه ولو علم بي لقتلني، جئته من ورائه. قال وهو في شرفته يصيح ويقول: ما لي ولسعيد بن جبير، كلما أردت النوم أخذ برجلي، خصومة ستتكرر غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. قال يعلى: فما مكث بعد قتله لسعيد إلا 3 أيام ثم مات الحجاج، أصيب بالدود في فيه، أكلت الدود فاه، مات بعد 3 أيام من قتله لسعيد بن جبير.